هذه الهلال يا اخوان انتصر على الرائد بثنائيه نظيفه باقل مجهود على الرايق. ركله جزاء اولى سجلها روبن نيفيز، الهدف الاول في المباراه، يعني نيفيز سجل الهدفين الهلال اليوم من نيفيز. لكن يا اخوان هدف نيفيز الثاني مين اللي صنعه ومين اللي ناول الكره لنيفيز؟ محزر يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، الولد صنعتين في اول مباراتين لعبها مع الهلال. عشان كذا انزاجي قلبه قوي، يروح كنسله ورفع كسب لاعب ما شاء الله، حطها نيفيز كذا على الرايق، نهى بها المباراه. الهلال رسميا برفقه الاهلي الى الدور القادم. فولو لايك اخو، السلام عليكم. اصغر مشجع هلالي عارف ايش المشكله في الهلال، اصغر مشجع هلالي يا رجل رتم بطيء، اي هدف الهلال ما اصفق لاني ما اضمن الهلال. يا اخي عمري ما شفت الهلال يا اخوي للدرجه هذا بالسوء، رتم بطيء، تكتيك بطيء، افكار غير طبيعيه. يا رجل هذا يفكر يا طويل العمر في البيت على باله انه بيسوي اشياء خارقه. اتفاجئ في الملعب انه نفس الولد الصغير انه يحلم يصير طيار، واخر شيء معقول يا جماعه الخير هذا يقود الهلال؟ يا جماعه ارهقني، يا جماعه كل مشجعين الهلال عارفين هذا خلل كبير في الهلال، كتيبه وجماهير ونادي ومقر واداره ورئيس، واخر شيء يقودنا. هذا ما هو منطق. الهلال يحتاج الى مدرب عالمي، يحتاج الى مدرب هجومي. يا رجل نبغى نشوف الهلال، نبغى نستمتع في كره الهلال الحقيقيه. مبروك الفوز على الرايد، ضربات جزاء كارثه. نيفيز ابغاك تعلمني اجيب لك قلب ثاني منين يا اخي. صحيح الرولز ابدع وامتع وسجل جولين والهدف الثاني ما له حل، لكن لا ننسى ان كنا نلعب ضد خصم متواضع جدا. امس يا رجل موقعين مع 14 لاعب، فوارق فنيه شاسعه. للاسف ما شفنا الهويه باقي، الهويه اللي كل الجمهور منتظرها. لعب عشوائي، لعب غريب، لعب ما يمثلنا نهائيا. لكن نرجع ونقول اللهم لك الحمد ان هالاخطاء قاعده تصير في بدايه الموسم عشان نتدارك. نبغى دوري، نبغى نخبه، نبغى كاس ملك، ايوه نعم، عطشانين. كوارث الموسم الماضي ما نبغاها تتكرر. ماني مسوي الولد الايجابي، بس فعلا قادرين نتدارك. تو ما قلنا بسم الله. صحيح اخذنا 3 نقاط في اول مباراه في الدوري، صحيح اليوم تاهلنا للدور القادم في كاس الملك، لكن المستوى غير مقنع تماما. خل مستوى الهلال على جنب، وخل السوء اللي شفناه على جنب. جعفر الصليح يمر جعفر الصليح، الكرة في نص الملعب ميتة وكرة باردة، ما يعني كرة ما فيها أي خطأ. تصايح ليه؟ فالهجمات الخطيرة تترك الهجمة الخطيرة وتروح تسولف في سالفة قبل 30 سنة. قسما بالله المباراة ذي كئيبة بشكل ما تتصوره. جعفر الصليح الصورة النمطية اليوم السبت. يعني يا جعفر الله يعافيك ويخليك، يعني شايف مستوى الهلال تزيدها علينا. أما بالنسبة لمستوى الهلال يا إخوان، فالهلال بنفسه ما يدري وش يبغى. 11 لاعب في أرضية الملعب، كل واحد ما يدري ليش هو يلعب. وإنزاغي 24 ساعة معصب ما تدري وش يبغى بعد. المباراة 90 دقيقة، 80 دقيقة يهوش اللعيبة على الخط. والمشكلة يعني ليت الهواش ذا من النتيجة، لا أسوأ. عموما مبروكين يا زعماء، والله مبروكين، تستاهلون كل خير. ولكن والله العظيم كان بالإمكان أفضل مما كان، ولا زال قلق الموسم الماضي موجود اليوم حتى في الموسم ذا. فبإذن الله تعدي سلامات. تدخل واضح وعنيف من لاعب الرايد على لاعب الهلال على الركبة. زي ما انت شايفين ترى انا مقرب ومبطي، ولا ترى الضربة اقوى من كذا. انا مقرب ومبطي، زي ما التدخل واضح على الركبة. بالتوفيق للهلال باذن الله، هو القادم افضل. شوف، تتفق معي ما تتفق براحتك. انا اتحادي بقول الصراحة عن المدرب ذا اسلوبه ما ينفع للهلال. تبيها ما تبيها، تونا ثاني مباراة بالموسم، لا يا حبيبي، من الموسم اللي فات المدرب ذا انا قايلها ما يصلح للهلال. من الاخير مدرب تكتيكه غير تكتيك الهلال. صراحة الهلال من يوم ما عرفناه هجومي، كل لاعب بمركزه. هذا الظهير يدف جناح، الجناح يدف وراء. يا ولد هذا ماله تدريب. والله ما نكب الهلال الا مدرب ذا، واتحدى فيه هلالي يقول المدرب هذا كويس. مدرب بيضيع الهلال، اعطيكم اياها. شغل التلفزيون بالهلال بلنتي، ايش فيه يا ابني؟ طبعا الامانه بلنتي صحيح 100%، لكن انا دخلت تويتر في واحد يقول كل ما شغل التلفزيون القى بلنتي هلال. يا عيال كلها صحيحه يا اخي. بعدين نفس انت كل شوتاتك هناك في نفس الزاويه، انا لو احرص اصد. انا الامانه الاربع بلنتيات اللي حسبت الهلال في خلال المباراتين ترى كلها صحيحه. زدت تدور مشاكل والله. طبعا نهاية مباراة الرائد والهلال بفوز الهلال في كاس الملك 2-0، وكذا الهلال يتأهل إلى الدور القادم. ألف مبروك جمهور الهلال. بالصراحة جمهور الهلال تشوفون هلال مقنع أو غير مقنع؟ بالنسبة لي الهلال غير مقنع، وهذا الهلال اللي نفسه
الموسم اللي فات مع إنزاغي لم يقدم شيء للهلال. مبروك الفوز، مبروك التأهل. اليوم لعبنا يعني مو بتحولات ولا ضغط عالي ولا اللعب على اطراف ابدا ولا مرتدات، احنا لعبنا سبه في 18 خليه يطقك وخذ بلنتي. اليوم المستوى زفت لان بلنتي واحد، احنا كنا نطمح 2 و3. العام كنا نسجل برميات التماس، السنه هذه ان شاء الله بلنتيات. الظاهر ان هذا ابجريد للخطه. يلا الحمد لله. والله ما عاد ادري انا الوم انزاجي ولا الوم باللعيبه، لان صدق في لعيبه عاهات، يعني في لعيبه فعلا عاهات صعب انه يطبق اي تكتيك. صعب ميتي كنا عامله كينيه والله العظيم، يعني حتى ما يعرف يضرب براسه، ضرب بالراس ما يعرف. ما ادري انا احس اني بديت اتلخبط، الهلال بدا يلخبط مشاعري، بديت اتشوش، ما عدني بعارف الحين مين الصح مين الغلط فينا. هو الصح واحنا غلط، ولا اللعيبه غلط وهو صح واحنا غلط، ولا احنا صح وهو صح واللعيبه غلط؟ ضعت والله، ضعت ماني بعارف احنا وش اللي قاعد يصير فينا. انا صرت بس اتمنى يعني كل ما تجي في 18 احد يشتم يضرب يطيح لاعب ناخذ بلنتي. والله اللهم اجعلنا في كل خطوه بلنتي حتى الله يحدث امره. تعبت انا خلاص المستوى هذا خلاص. انا عفن ما ادري هو من انزاجي ولا ما ابغى اظلم الرجال لان العناصر اللي عنده ما ادري، بس فريق فيه ريحه، ما هو بالفريق اللي انا عارفه، ما تعرفوا على بعضهم. ما ادري والله ما ادري. انا تعبان تعبت، فريقنا تعبني. الهلال ينتصر على الرائد 2-0، اقصد روبن نيفيز ينتصر على الرائد 2-0. هذا اللاعب ايقوني يا عيال، تخيل في مباراتين بس هذا الموسم سجل 4 أهداف. حتقول لي منها 3 ركلات جزاء، حقول لك هو افضل منفذ لركلات الجزاء، افضل لاعب يصنع، افضل لاعب يتمركز، لاعب تحصله في كل مكان في الملعب. شفناه قلب دفاع، شفناه محور، شفناه جناح، شفناه ظهير، في كل مكان روبن نيفيز يخدمه. مع احترامي لكل صفقات الهلال وكل الملايين اللي صرفوها على اللعيبه، هذا افضل لاعب جلبه الهلال في اخر 5 سنوات. هنيئا للهلال بروبن نيفيز. الهلال في دور ال16 في كاس الملك باقدام روبن نيفيز. الف مبروك جمهور الهلال، اضافه ولا يصلى على النبي. السلام عليكم. صار كل مباراه للهلال لازم في بلنتي يا اخوان، والله مو طبيعي. الهلال اليوم يفوز على الرائد 2-0 يا اخوان، ونيفيز اللي يسجل هدفين. بلنت الهلال صحيح وما حد يختلف عليه، بس انه يعني بلنتيات كثيره يا اخوان، واول هدف للهلال بلنتي، وبعدين نيفيز سجل صاروخ لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. كذا رسميا الهلال فاز على الرائد اللي سوى 13 صفقه امس بس ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، وتاهل الى دور ال16 في كاس الملك. انتصر الهلال ولله الحمد والمنة على الرائد بثنائية روبن نيفيز. انزاجي لا يهزم من العام احرج الناس اللي ضده واحرج بقية الأندية. الناس اللي ضده اقصد الهلاليين وبقية الأندية. ما في حتى الآن شنب قدر على انزاجي. والله تخيل يقولون مدرب دفاعي وبمباراتين جايب 6 أهداف. 6 أهداف بمباراتين فقط. ترى بكاس العالم جايب 9 أهداف، وبالدوري جايب 85 هدف، وبكاس الملك الموسم الماضي تجاوز 12 هدف. والله وبالدوري اول مباراة 4 أهداف، وقبل شوي 2 هدف. ولا وكاس من الاحصائية لاعبين لك اليوم ب3 سناتر. ب3 سناتر، تدري ليه؟ لان خط اظهر عليه ملاحظات، ففعل السنتر الثالث وعطى روبن نيفيز الحرية بالثلث الثاني بالدائرة بالخانة او المكان اللي يرتاح فيه. ويوم شاف الشوط الثاني بدأ ينهار الرائد بدنيا، فتح الملعب وقلص العدد، خلاه سنترين. وشفنا سامر فيل وشفنا كريم بنزيما وشفنا محزري يدخلون. فلعب بتوازن فني رهيب جدا. اترك عنك الشخصنة، متعة ما متعة وخرابيط. هذا كاس ملك ما فيها اي متعة. خذ النتيجة وانحاش. فمباريات اقصائية تكسب ولا تلعب.
شفنا 5 عناصر محليه اليوم، فيها 2 صغار بالعمر اول مره يشاركون بصفه اساسيه، صبري دهل والداود. وشفنا محمد قادر ميتي ثاني مباراه من جال الهلال يلعب بصفه اساسيه، لاعب صغير بالعمر بعد. فإنزاغي اليوم سوى مداوره بشكل احترافي وسوى توازن فني بشكل احترافي وبرتم متوسط وبأقل جهد ممكن يتجاوز الرائد ويروح دور ال16 من كاس الملك. وهذا الصح، اترك عنك الشخصنه. كيف تبي بمباراه اقصائيه متعه لا وامام فريق متكتل دفاعيا والهلال خارج ارضه ضرب من الجنون، تبي النتيجه مقرونهم متعه؟ غير صحيح الكلام هذا، اتركوا عنكم الشخصنه، اتركوها. لعب بتوازن فني من خلال 3 سناتر، لأن خط الظهر عليه ملاحظات، ففعل السنتر الثالث وخلى أمامهم روبن نيفيز ياخذ راحته. وبالتوقيت اللي فيه بدأ يتعب الرائد وينهار بدنيا، فتح الملعب ودخل 3 قطع أساسية من خلالها جاب روبن نيفيز الهدف الثاني. فاشتغل صح إنزاغي، ومعروف إنزاغي بالبطولات الإقصائية أستاذ ويعرف من أين تؤكل الكتف. مبروك للزعماء، مبروك لزعيم هذه البطولة وسيدها ب10 ألقاب. مبروك مبروك. في أحد يقدر على إنزاغي؟ يا أهلي، يا اتحاد، يا نصر، يا رائد، يا ضمك، يا الليهو، تقدرون؟ حتى كارهي إنزاغي من الهلاليين اللي ما يبونه بسألهم سؤال، في نادي كهو يقدر على إنزاغي؟ إذا فيه هشر عليه وخلوه يجي، خلوه يجي. سعودي المنزلي حاط الصورة ماخذ الكلب يعني. شو انك اخذته؟ انك اخذته لا تخلي شيء عندنا، كنسله افتكينا منه الحمد لله. كنسله افتكينا منه، باقي واحد. واحد لازم ينتقل، لأن أتوقع لو استمر في الشتوية ممكن يطق الإعلاميين، يمكن يطلع علينا المدرج يصفقنا. مالكم عصبي عصبي. عصبي لازم يروح، لازم يروح. خلقه ضيق، خلقه ضيق، كنا عمره 70. يلا خلصنا من واحد، الحين نبي مهاجم. اسمه الأمير عبيد بن طلال، الله يطول في عمرك ويخليك يا رب. أنا أدري إنك تقول الطول. بنزيما رجع الاتحاد، لأن الاتحاد بأمثل حاجة له الآن. رجع الاتحاد، الاتحاد ما عنده مهاجم، الاتحاد محتاج بنزيما، نرجع لهم بنزيما وبالعافية عليهم الفلوس. خلهم يبحلون فيه ويبحلون بنصيري، بس احنا نتخارج منه. زعلان انك طالع المباراة اللي راحت، زعلان. يقول له شوف الGPS لياقتي كويس. طبيعي لياقتك كويسة، طبيعي انت اللياقة فل، لان ما ركضت، انت الوحيد اللي ما ركضت، يعني طبيعي لياقتك فل. انت الوحيد اللي المفروض ما تسوي استشفاء، ابدا ما تسوي استشفاء، لان انت جاهز. فاتمنى ان نطلعه ونجيب مهاجم. باقي 18-17 يوم نهاية الشتوية، نحاول نشتغل فيها. والله ارجوكم ارجوكم، نبي بطولات السنة هذه، عطشانين ترى، عطشانين.